بصراحة بقى ما كنتش ناوية أعمله السنة دي، بس لمّا بناتي قالوا لي: "يا ماما عايزينه." قُلت بقى ما بديهاش، وبدل ما اشتريه من برّه بالغالي، قُمت حطيت كلّه على بعضه كده ومن غير ما أضرب ولا عجان. كالعادة حبايبي ما تنسونيش من دعمكم بلايك وشير على الفيديو وتعليق حلو زي قلوبكم، يالّا نسمّي ونصلّي على أول رسول حاجة الله. كده باجيب طبق واسع، باحط فيه هنا كوباية ونُص من السكر البودرة، أهم حاجة تكوني نخلاه كويس جدًا. بعد كده بنفس الكوباية هاحط 4 كوبايات ونُص من الدقيق. بُصّوا كلّه على بعضه كده، لا هنستخدم هنا مضرب ولا عجان ولا أي حاجة. بُصّوا بنفس الكوباية دي اللي أنا باقول لكم اللي باورّيها لكم دي، هاحط بقى هاعاير هنا الزبدة بتاعتي بنفس الكوباية. باضيف كوبايتين وربع من الزبدة، الزبدة لازم تكون طرية. لو هتطلّعيها من التلاجة سخّني الفرن حاجة بسيطة ودفّيه كده، وبعد كده حُطّي الزبدة بتاعتِك لغاية أمّا تبقى طرية بالشكل ده علشان ما تتعبش إيدِك. تمام كده؟ باعاير هنا زي ما قُلت لِك كوبايتين وربع، إن شاء الله هاسيب لكم المقادير في أول تعليق مسبق. زي ما قُلت لِك بقى حطيت كلّه على بعضه، وهابتدي بقى إن أنا إيه، أعجن بقى كل الكلام ده مع بعضه، يعني مش أعجن، أبِث كل الكلام ده مع بعضه لغاية أمّا أكوّن عجينة معايا. أنا مش عايزة أربّي فيها عرق، لأ أنا عايزة بس أدخّل كل المكونات مع بعضها بحيث إن هي إيه، تكوّن عجينة معايا يعني ما اكوّنش الجلوتين اللي فيها، وبعد كده الوصفة بتاعتنا تنشف معانا وما تبقاش حلوة خالص. بُصّوا بقى بإيدِك كده وهتفرُكي كلّه مع بعضه كده، براحة إيدِك الاتنين كده، وهتبتدي إن أنتِ تفركيها كويس جدًا لغاية أمّا تنعم معاكِ وتبقى عجينة. هي بتبقى عجينة يعني مش طرية أوي ولا هي بتلزق في إيدِك أوي، هتتلم معاكِ وخلاص على كده. بُصّوا، هتغسلي إيدِك علشان خاطر لو ما غسلتيش إيدِك مش هتتحكمي فيها ومش هتعرفي هتحسي كده إن هي عايزة دقيق تاني. لأ أنتِ نضّفي إيدِك كده من العجين وبعد كده هتلاقيها مش محتاجة دقيق تاني، هو المقدار مضبوط. بُصّوا بقى، أنا جِبت هنا المفرش بتاعي هارُش بس رشّة من الدقيق وابتدي إن أنا أحُط حتّة كده من العجينة وأفردها بالشكل ده. حطيت عليها كيس بلاستيك علشان أعرف أفردها. بُصّوا هافردها إزاي، بعد ما فردتها بس السمك بتاعها ما يكونش يعني ما تفردهاش أوي ولا هي تبقى سميكة أوي. بُصّوا بقى القطّاعات اللي متوفّرة عندك دي بصّامة الكحك. يعني أي قطّعة بقى عندِك ممكن بكوباية بالبصّامة زي ما أنا باعملها كده بصّامة الكحك، وهتبتدي إن أنتِ تشكّلي، برضه ده شكل اللي هو شكل القلب. عايزة أقول لِك أشكال السابليه مختلفة وكتير، يعني بُصّي اعملي اللي أنتِ عايزاه، ممكن تعملي كلّه بس بالشكل اللي هو بتاع البصّامة ده، أو ممكن إن أنتِ تعملي بالسكينة كده وتقطّعيه، مش محتاجة إن أنتِ إيه، يكون عندِك قطّاعات. بُصّوا بقى، أنا مش بادهن الصينية بتاعتي خالص، أنا بابتدي إن أنا أحُط كده الأشكال بتاعتي اللي أنا عملتها، سواء بقت أي شكل أنتِ حاباه. بُصّوا بقى شكل النجمة، شكل اللي هو الوردة ده، أي شكل أنتِ حاباه اعملي بيه. هاعمل بقى كل الأشكال بتاعتي وبالراحة كده باشيل الزيادة، وبأي حاجة كده اسكرافر أو أي حاجة طبعًا لو أنتِ مش متوفر عندِك هتشيليها حتى إيه يعني بسكينة أو أي حاجة. يعني بُصّي أنتِ لو رشّة شوية دقيق من تحت كده مش هتلزق معاكِ. تمام كده؟ بابتدي بقى إن أنا أخلّص كل الأشكال بتاعتي، باعمل هنا برضه شكل القلب وهاوريكم دلوقتي هاعمله إزاي. باعمله بعد ما أخلّصه كده بافتح له بعد بس ما أحطه في الصينية، باعمل له خُرم كده من على جنب، يعني باجيب قُمع كده بلح الشام اللي هو ده، اللي هو بيبقاش فيه شكل أو أي حاجة بقى متوفرة عندِك تكون صغننة كده واعملي لها الفتحة دي، علشان أمّا نيجي نقفّلها على بعضها ونحشي بقى مربى تبقى شكلها حلو كده. بس كده. بُصّوا بقى ده شكل تاني اللي هو إيه، شكل الbubbles كده. بابتدي إن أنا أكوّر كِوَر صغنّنة، حاولي بس تخلّيها كلّها حجم واحد. بعد كده هتحطّي كده في ريح بعضها، بُصّي 4 كِوَر صغنّنة كده في ريح بعض، بس بتدّي الشكل الحلو ده. يعني أشكال كتير بصراحة للسابليه هتعمليها. يعني ده برضه الشكل اللي أنا وريته لكم ده من غير برضه أدوات وقطّاعات وكده، هتعمليه على إيدِك كده بكِوَر صغنّنة هيبقى حلو أوي معاكِ. هتحطيها بقى في الرف الوسطاني، فرن سخن يكون مسخّناه من قبلها، ياخد اللون من تحت وتشغّلي له الشواية لو احتاج إن هو لون من فوق وتطلّعيه، بس على كده. بُصّوا بقى أنا جِبت هنا القوالب اللي هي السيليكون بتاعتي دي، وسيّحت شوكولاتة على حمّام بخار مَيّة. بعد كده هاحط معلقة في كل واحداية كده من القالب بتاعنا ده، وبعد كده هانفّضه بقى، يعني أنا بافرد كيس بلاستيك كده وبعد كده بانفّض عليه الشوكولاتة الزيادة دي، عشان خاطر كل حتّة في القالب بتاعي ياخد من الشوكولاتة
وبعد كده الحاجة الزيادة انت بتنزليها، الشوكولاتة الزيادة انت بتنزليها وترجعي تسيحيها تاني علشان ما نهدرش. بعد كده بحطها شوية تجمد معايا وبرجعها تاني اديها طبقة كمان من الشوكولاتة. يعني ركزي على الجوانب بتاعتك دي علشان هي بتبقى خفيفة وما خدتش شوكولاتة كتير. بتدخليها تجمد شوية وبعد كده تطلعيها تديها كمان شوكولاتة. بس كده. بجيب هنا نص كوباية من اللبن السخن، بحط عليها هنا 3 معالق من سبريد اللوتس. لو مش متوفر عندك ممكن ان انتي تحشي بنوتيلا. يعني الحشو بقى اللي يريحك. ده كان متوفر عندي سبريد لوتس فاشتغلت بيه. بصوا بعد ما سبته، بعد ما قلبته كده هو سخن، سبته بقى لما يبرد وبقى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بعد ما الشوكولاتة بتاعتي مسكت نفسها عملت في قالب كمان. يبقى القلبين دول اللي هما السيليكون دول اشتغلت فيهم. هبتدي بقى ان انا احشي، بس ايه لما تبرد معايا كويس وتمسك نفسها الحشوة بتاعتي. عايزه اقولك بقى لو حابه ان انت تحشي نوتيلا مفيش اي مشكلة. ممكن كمان تحشي كراميل، يعني الحشوة اللي انتي بتحبيها. بصوا بعد ما طلعت السابليه بتاعي والبسكوتات بتاعتي كانت استوت من تحت ومن فوق. لو عايزة شوية الشوايه شغلها لها شغلها، بس انا مش بشغلها في الاول، لا لو احتاجتها بشغلها. خلاص كده بسيبه بقى لما يبرد معايا تماما وبعد كده بزينه براحتي بقى. القوالب اللي انا قلت لكم عليها اهو. هبتدي بقى ان انا اخد البسكوتات الصغننه اللي هي على قد القالب الصغنن ده، باحطها في الشوكولاتة وبعد كده أحطها على القالب بتاعي، بحيث إن أنتِ لمّا تطلّعيه من القالب بتاعه اللي هي الشوكولاتة اللي إحنا عملناها دي بالحشوة بتاعتها تبقى فيها البسكوتاية بتاعتها. بتبقى سهلة وبسيطة. مش عايزاها بقى تحطي فيها البسكوتة على طول كده، يبقى هنحط بقى الشوكولاتة كده على الوش عشان نقفّل القوالب بتاعة الحشوة بتاعتنا دي. هنقفّلها كده بإيه، بالشوكولاتة اللي إحنا مسيحينها على حمام البخار المَيّة. بس كده. تحطيها بقى في التلاجة لمّا تجمد معاكِ وبعد كده بتقلبيها عادي بتطلعيها بكل سهولة. بُصّوا بقى تعالوا نحشي السابليه اللي هو العادي خالص اللي أنا أصلًا باحبه، يعني أنا مش باحب غير السابليهات اللي هي العادية دي، اللي هي حشوة المربى أو حشوة الشوكولاتة وتزينيها من فوق بشوكولاتة عادية كده. بس ده اللي بصراحة اللي أنا باحبه واللي هو أسهل حاجة، يعني مش متعبة وبيبقى سهل وما بياخدش معاكِ وقت خالص. أنا هابتدي إن أنا أحشيه كده وأقفّل كل واحدة على التانية. بُصّوا بيبقى الشكل بتاعها التحفة ده. وبعد كده بقى عايزة تحشيها مربى، أحلى حشو بقى اللي هي مربى المشمش. عايزة تحشيها نوتيلا، عايزة تحشيها شوكولاتة مدوباها برضه تحشي بيها، ما فيش مشكلة اللي أنتِ حاباه. بس باحب بصراحة اللي هي مربى المشمش دي بتبقى جميلة أوي في الحشو بتاع سواء السابليه أو البوتيفور. بصوا بقى انا التزيين بقى اللي هو البسيط خالص ده اللي هي شوكولاتة، وهعمل بس الجنب بتاعها ده. وبرضو اللي هو سبريد اللوتس سيحته برضو مع معلقتين زيت وابتديت برضو ان انا ازين بيه. او عايزة تزيني برضو بشوكولاتة بيضة مفيش مشكلة اللي انتي بتحبيه. بصوا بقى بعد هنا الشوكولاتة بتاعتي ما جمدت ابتديت بقى ان انا اطلعها بالراحة كده. واي زيادة فيها اللي هي بتبقى في الجانب من تحت ده ببتدي ان انا ايه بالراحة كده بسكينة واطلع اللي هي الحتت الزيادة دي. وبيبقى ده شكلها، بصوا شكلها تحفة ازاي. بس عايزة اقول لكم بصراحة بتبقى تقيلة، يعني الحشوة بتبقى تقيلة سواء هتحشي نوتيلا سواء هتحشي اي حاجة. بصراحة انا بحب اللي هي العادية، اللي هي السابليه العادي اللي هو انا عملته معاكم بتزيين البسيط ده. بس انت بقى لو بتحبي الحاجات دي يعني انت وراحتك بقى. برضو كنت عملت اللي هو القالب التاني ده وده بقى شكله. ده بقى شكله كده تحفة. عايزة بقى تزيني بقى وتحطي بقى ورد محمدي على الوش، تحطي بقى شوكولاتة بقى تاني كده وتزيني بيها زي خطوط على وش الشوكولاتة اللي احنا عملناها دي براحتك بقى. وده بقى الشكل النهائي للسابليه بتاعنا. زي ما انتوا شايفين كده، حابين بقى تعملوا اللي هو العادي ده او تعملوا اللي احنا عملناه في القوالب الشوكولاتة، قوالب قصدي السيليكون، براحتك بقى اعملي اللي انت عايزاه. بس عايزة اقولك اللي هو السبليهات العادية دي بتبقى خفيفة وأحلى وأجمل بكتير بالنسبة لي، يعني أنا بحبها. وده بقى الشكل النهائي بتاع السابليه بتاعنا. يا رب يكون عجبكم. بتمنى بقى يا حبايبي تدعموني بلايك وشير مع اصحابكم واعملوا متابعة للصفحة عشان بجد نوعا من العيد دي بتبقى حاجات يعني بتبقى متعبة فعلا. فعايزاكم تدعموني بس كده بلايكات كتير على الفيديو بتاعنا علشان يوصل لأكبر عدد من الناس. بصوا بقى اللي هو المحشي ده. بصوا بقى لو بتحبيه بقى هيبقى تحفة بالنسبة لك. بس انا بالنسبة لي كان تقيل شوية عشان الحشوة بجد بتبقى كتير فيه وبتبقى تقيل شوية، انما اللي هو الخفيف ده بصراحة بيبقى تحفة. قوليلي برضو رأيك في الكومنتات وقوليلي اهني نوع بتحبيه في السابليه.
وقولوا لي بقى عملتوا ايه من نواعم العيد، وكل سنة وانتم طيبين. عملتوا الكحك ولا البسكوت ولا ايه بالظبط عملتوه؟ قولوا لي تحت في الكومنتات. ان شاء الله اشوفكم على خير في فيديوهات تانية، واقول لكم السلام عليكم ورحمة الله.